في ظروف غامضة تم العثور على بلوجر عراقية مقتولة داخل شقتها في مشهد مؤلم للعيان. مسلسل قتل المشاهير في العراق مستمر، والضحية هذه المرة هي شوق العنزي. فما القصة؟ في حادث مأساوي تم العثور على البلوجر العراقية شوق العنزي وهي مقتولة داخل شقتها في حي العدل ببغداد في مشهد صادم، إذ تعرضت للضرب بآلة حادة قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة. في 31 من مارس الماضي تم إلقاء القبض على الجاني البالغ من العمر 22 عاما بعد هروبه إلى محافظة الأنبار وفقا لما نشرته وسائل إعلام عراقية. وبحسب التحريات الأولية فإن الدافع وراء هذه الجريمة كانت السرقة، جريمة بشعة ولكنها تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة بالعراق، إذ تصاعدت وتيرة استهداف المشاهير بشكل مثير للريبة. ففي فبراير من العام الحالي قتلت البلوجر نور الدليمي على يد شاب سوري بدافع السرقة في جريمة وحشية لن ينساها العراق، إذ أقدم على خنقها بسلك كهربائي ثم أحرق جثتها فلم يبق منها سوى الشعر والعظام والرماد. وفي 26 من إبريل عام 2024 وقع اغتيال البلوجر العراقية المعروفة باسم فهد أمام منزلها في بغداد بعدما تعرضت لحادث إطلاق نار. هذه الجرائم للمثال لا للحصر، وهو ما يظهر أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل مرعب. فهل تستطيع السلطات الحد من هذه